طبعا انا يعني قلت قبل كده بالنسبه للاسر اللي معاهم اطفال وعاوزين يجوا على البرتغال، ولكن ممكن يكون حضرتك انت ما خدتش كده تقليبه في الصفحات، ان كان على الفيسبوك او على التيك توك ولا حتى على اليوتيوب. برضو خلينا نقول للناس برضو اللي هي ممكن تكون جديده وحابه تاخد معلومه على الاسر اللي عاوزه تيجي على البرتغال ومعاها اطفال. إيه اللي بيتم ان انت طبعا اخونا بيسال بيقول يعني ازاي اسره تيجي معاها اطفال وتقدر تيجي البرتغال، والزوج والزوجه ومعاهم يعني الاولاد، وهل ليهم حق التعليم ولا ما لهمش حق التعليم؟ ده السؤال اللي احنا هنجاوب عليه. اول حاجه ان انت اذا جاي معاك فيزا سياحه ليك انت واولادك، اولا انت بيحق لاولادك ان هم يتعلموا لو اقل من 18 سنه، ان هم يخشوا المدارس الحكوميه من اول كي جي 1 لحد كده زي عندنا ثانوي. انت بيحق لك ان انت تدخلهم، ولكن في حاجه انت لازم تعرفها، ان انت تطلع اول ما تيجي لحضرتك رقم النيف اللي هو الرقم الضريبي ليك ولاولادك ولزوجتك. بعد كده بتطلع النيس، هو مش مهم للاولاد في الوقت الحالي لو سنهم صغير، اللي هو رقم الضمان الاجتماعي. الضمان الاجتماعي ده اللي هو انت بتدفع بيه يعني حاجه زي ايه، ضمان اجتماعي لما تكون بتشتغل. ده مش مطلوب للاولاد، لكن برضو انت طلعه ليك وليهم، عشان هتحتاج الرقمين دول عشان تطلع ايه بقى، عشان تطلع حاجه اسمها اليوتندي ده اللي هو رقم التامين الصحي في البرتغال. في البرتغال هنا انت لازم في 3 ارقام بتطلعهم اساسي، دول بيتكتبوا على الاقامه بتاعتك او زي ما بيسموها هنا الكرتون. فانت لازم تطلع ال3 ارقام دول عاجلا ام اجلا. بعد كده بتروح بتأجر شقه، وبتبدا ان انت بتشوف اقرب مدرسه من مكان الايجار اللي انت حضرتك اجرت فيه، عشان ما ينفعش تدخل ولادك مدرسه في مكان تاني. يعني انا مثلا ببقى ساكن في المكان دوت، فانا بشوف كل منطقه انا ساكن فيها ليها المدرسه بتاعتها اللي هي ايه الحكوميه، اللي هي ايه ببلاش، اللي هي ايه من غير فلوس خالص. الدراسه بتكون بايه؟ بتكون باللغه البرتغاليه الاساسي، اللغه الثانيه اللغه الانجليزيه. من الافضل ان الاولاد يكون عندهم درايه باللغه الانجليزيه عشان يبقى في تفاهم بينهم وبين، هم بيأهلوهم طبعا وبيساعدوهم، وده يعني عن تجارب ناس كتير جت وحصل معاهم الكلام ده. في ناس تقول لي لازم الطفل يخلص الدراسه بتاعته بتاعت السنه او نص السنه. لا مش لازم، هو انت بس هات معاك حاجه اسمها شهاده بيانات لاخر سنه ابنك درس فيها. يعني مثلا لو هو دخل مدرسه ولسه ما خلصش مثلا الترم الاولاني، مفيش مشكله، لما بتيجي هنا بيدخلوه على طول. يعني برضو دي في ناس كتير بتسال المعلومه ديت، لازم يخلص السنه عشان اجي ومش عارف ايه. لا، هم ممكن اصلا يكون من شهاده البيانات او اخر شهاده هو حصل عليها، طبعا بتكون مترجمها وموثقها من وزاره الخارجيه من اي بلد انت فيها بقى، عشان ما نحددش بلد معين، لاي بلد عربي. فانت لما بتكون جايبها هم بيشوفوا هو هيخش. يعني ممكن مثلا يكون هو مثلا في سنه ثالثه ممكن يدخلوه رابعه، في سنه ثانيه ممكن يدخلوه ثالثه. بيشوفوا ايه المواد اللي هو درسها عشان خاطر يبداوا يحددوا هو هيخش الصف الكام، وبيعرفوا هو في بلده كان واصل لاني مرحله. طيب هقدر اخد انا بقى ايه كمان اقامه على اولادي، ولكن اذا الطفل مثلا اقل من مثلا 10 سنوات، تمام، بدأ يخش في 11 سنة، يعني في الصف السابع الثامن التاسع، انت بتقدر تاخد اقامة او الزوجة بتاخد اقامة. ركز معايا. هتقول لي طب ولو هو عنده 7 سنين 8 سنين 9 سنين لسه داخل كي جي 1 مش هيخش؟ لا هيخش وهيتعلم وببلاش، تمام. ولكن انا بكلمك في حته ان هو يعني ايه بالنسبه للاقامه، ان انت تاخد اقامه حضانه. اولا اقامه الحضانه بتكون للزوج او للزوجه، حد فيكم بياخدها، وبعد ما بياخدها طبعا انت بقى تقدر تعدل وضعك انت والزوجه عن طريق مثلا التكوين المهني، عن طريق ان انت بتشوف حد بيكون وضعك قانوني في البلد، تشوف حد يعمل لك عقد عمل وبتشتغل ومعاك اسرتك ومعاك زوجتك ومعاك اولادك، امورك طيبه وانت ما عندكش اي مشاكل. طيب لو هنقول ان الزوج خد الاقامه، وانا ارشح ان الزوج اللي ياخد الاقامه. بعد كده او الزوجه يعني ممكن الزوجه تكون حاضنه، وحضرتك ممكن بقى تقدم على التكوين المهني، تشوف حد يديك عقد عمل وتشتغل، وبعد كده تخلي الزوجه تعمل لك حاجه اسمها لم شمل داخلي، او العكس الزوج يعمل لم شمل داخلي للزوجه.
تمام. لم الشمل بيحتاج ايه؟ بيحتاج موعد لما تكون المواعيد مفتوحه، بعد ما الزوجه او الزوج يحصل على الاقامه، لما يكون الطالب او يكون الولد او البنت عندهم 11 سنه بتقدر تاخد اقامه حضانه. اقل من كده ما بتاخدش اقامه، لكن ولادك بيخشوا وبيتعلموا. هتقول لي طب انا ولادي 7 سنين 8 سنين 6 سنين انا كده مش هاخد اقامه. ماشي، ما انا بقول لك اهو ولادك هيخشوا المدرسه ببلاش وهيتعلموا ببلاش وهيبقى وضعهم قانوني وكل حاجه، مفيش اي مشكله. لكن انت بقى عايز تعدل وضعك، قدامك بقى ايه؟ ان انت تقدم على التكوين المهني، تمام، انت او الزوجه، تمام، وتبقى انت طالب. وبعد ما بتاخد اقامه الطالب بتبدا حضرتك ان انت تبدل الاقامه ديت اللي هي اقامه الدراسه عن طريق الماده 92 لاقامه عمل. بتحتاج ايه بعد كده؟ قبل ما الاقامه بتاعت الطالب تخلص بثلاث شهور، ما ينفعش تبدلها على طول، تمام، عايز تبدلها لاقامه عمل، فبتروح تحصل على عقد عمل قبل الاقامه بتاعتك ما تنتهي ب3 شهور، وبعدين بتروح انت العقد العمل ده بناء عليه انت شغال ليجل وقانوني في البرتغال، وبتبدا تدفع ضرائب لنفسك وبتبدا تحجز موعد وبتبدل الاقامه. طيب انت ابنك بقى او بنتك معدين ال 11 سنه، خلاص انت بيحق لك بتروح لمحامي وبتقول له انا ابني في الدراسه، بتجيب ديكلاريشن، تمام، من المدرسه ان ابنك فعلا بيدرس في المدرسه ديت بعد ما بيخش، وبيدوك الورقه ديت ان هو في الصف كذا وعمره كذا وانت محتاج حضانه ليه. بتاخد الديكلاريشن وبتاخد رقم النيف والنيس وعقد الايجار واثباتك القانوني والتاشيره بتاعتك والباسبور بتاعتك وباسبور الزوجه وان انت عندك اولاد، وبتقدم الفايل ده كله للمحامي، وبناء عليه لو المواعيد مفتوحه بيحجز لك موعد وبتروح تاخد اقامه حضانه انت او الزوجه. اللي انا بس عايز اقوله ان نصيحه يعني ان اي زوج وزوجه ومعاهم اولاد لازم يكونوا عاملين حسابهم في فلوس عشان خاطر عيالهم ما تتبهدلش. طيب لو الطفل برضو اكتر من 18 سنه انسى ان انت تعرف تعدل وضعه او تدخله مدرسه، خلاص ده كده دخل في مرحله الجامعه، فانت اعمل حسابك واعملي حسابك، ماشي، ان انتوا هتدخلوه جامعه عشان يكمل دراسته، وده بفلوس مش ببلاش، فانت لازم تكون عارف ده. الحاجه برضو المهمه اللي انت لازم تعرفها والمهمه اللي انت لازم تعرفيها، ماشي، ان الموضوع في الاول بيكون لازم عشان تأجر شقه هتلاقي الموضوع صعب، لان انا مثلا راجل مقيم في البرتغال ومعايا اقامه في البرتغال، لما بروح اجر شقه وانا معايا اقامه في البرتغال بيطلب مني ضامن برتغالي، بيطلب مني اخر 3 شهور على اساس ان انا شغال وبدفع ضرائب للدوله وبدفع ضمان اجتماعي وبدفع حاجه اسمها الاي اس. يعني ايه الاي اس؟ اللي هي القيمه المضافه. فتخيل انت انا مقيم وبيطلب مني الحاجات دي، طب ما بالك انت بقى او ما بالك انت جايين عاوزين تاجروا شقه، فبتكون الموضوع فيه صعوبه، محتاجين فيادور او يعني زي الضامن. فانت عشان خاطر انت تلاقي حد يضمنك وانت ما تعرفش حد الموضوع صعب، ادي اول حاجه. والضامن كمان حتى لو كان برتغالي لازم يجيب ما يثبت ان الراتب بتاعه بيغطي، لو هو مأجر مش هينفع لان الراتب مش هيقدر الايجار هتقول لي كام؟ غرفه وصاله ممكن في لشبونه في العاصمه تعمل من 900 ل 1000 يورو، غرفتين ممكن توصل ل 1300 و1400 و1500، غرفتين وصاله ومطبخ وحمام، تمام. فما قدامكش حل غير ايه؟ ان انت لما بتلاقي حد، تمام، بياخد منك الرقم الضريبي بعد ما بتطلعه وبتقول له انا موجود وعيالي هنا وهعيش هنا في البرتغال ومحتاج ان انا ااجر الشقه. حاجه من الاثنين، يا اما بياخد منك 6 شهور مقدم وممكن يطلب منك سنه مقدم. اضرب انت بقى عفوا اضرب انت بقى يعني ايه 12 شهر. فاللي انا عاوز اقوله لك اعمل حسابك بس في الحته دي واعمل حسابك في الحته دي عشان ما تبهدلش نفسك ولا تبهدل زوجتك ولا تبهدل اولادك. لو في اي استفسار تقدر تتواصل معانا على الكول سنتر في اي خدمه احنا ممكن بنقدمها من الخدمات للفيزا دي 2، الفيزا دي 7، الفيزا دي 8، فيزا البحث عن عمل او التكوين المهني. نشوفكم في حاجه جديده، ما تحرموناش من دعائكم كالعاده،